جماعة الحوثي تتلقى ضربة عسكرية قاصمة. تلقت جماعة الحوثي ضربة عسكرية قاصمة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، ملحقة بها خسائر فادحة ردا على هجماتها المتواصلة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بدعوى منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل. كشف هذا بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أكدت فيه تدمير صاروخ باليستي وطائرتين من دون طيار للحوثيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في البيان إنها في يوم 13 من مايو آيار وفي حوالي الساعة 41:41 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، مضيفة لاحقا بين الساعة 5:51 مساء والساعة 6:02 مساء بتوقيت صنعاء، نجحت السفينة USS ماسانا في التصدي وتدمير الصاروخ باليستي مضاد السفن أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية، مؤكدة أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات كافة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية. يأتي هذا بعد أن أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن قصم ظهر جماعة الحوثي بضربات وجهتها لها ردا على هجماتها المستمرة على السفن. واستعدت جماعة الحوثي العالم بأكمله من خلال إعلانها عن خطوة تصعيدية. أكد مراقبون أن تداعياتها ستكون خطيرة على الإقليم والمنطقة وكافة الدول. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية إعلانا عسكريا صاعقا بشأن اليمن كشفت فيه عن تطور خطير وغير مسبوق حول هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بدعوى منع مرور السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل. لكن جماعة الحوثي بثت مقطع فيديو للحظة إصابة إحدى طائرتها المسيرة للسفينة الإسرائيلية، ما شكك لأول مرة.